واخيرا بانت الامير لاله سلمى من بعد غياب اللي دام لمده سنوات طويله اللي كانت فيه مع الابناء ديالها مولاي الحسن والاميره لاله خديجه بجزيره ميكونوس. ولكن اللي ما كيعرفوش بزاف ديال الناس هو ان هذا الظهور ما كانش هو الاول وما كانش هو الاخير، بل الاميره دائما ما كتسافر مع الابناء ديالها في كل صيف. فشنو هو السر وراء الشائعات على الاختفاء ديالها، وشنو هي القصه الحقيقيه ديالها مع الملك محمد السادس والطلاق ديالهم؟ واش فعلا طلقوا ولا راه غير اشاعات وصافي؟ الاميره لاله سلمى لؤلؤه وحسناء من عامه الشعب اللي خطفت قلب الملك المغربي محمد السادس باش تولي هي السيده الاولى بالمغرب والقصر الملكي. ذكيه ومثقفه وانيقه وكتحظى بمحبه الكبار والصغار من اهل المغرب، شغلت العالم بجمالها منذ اول ظهور لها باش تلحقها من بعد شائعات لا اساس لها، خصوصا من بعد الاختفاء ديالها على الانظار بطريقه محيره. فهنا غادي يتعدد الاقوال، وكاين اللي تيقول باللي هربت من القصر مع الابناء ديالها، وكاين اللي تيقول باللي تقتلت في القصر من احد افراد العائله الملكيه. فواش هادشي كامل صحيح؟ واش فعلا الاميره لاله سلمى هربت من القصر؟ واش فعلا الاميره لاله سلمى طلعت في القصر؟ والا ما كانش هادشي كامل شنو هو السر وراء الاختفاء ديالها المفاجئ؟ واش هاد القصه ما كتفكركمش في قصه الاميره ديانا اللي ماتت من بعد ما كسبات قلوب الشعب البريطاني؟ كاينين بزاف ديال الاسئله وكاينين بزاف ديال الشائعات على الاميره لاله سلمى، وفي هذا الفيديو غادي تخرج فهم كلشي بالتفاصيل. فما عليك غير تتبع الفيديو حتى للتالي وما تدوز حتى شي دقيقه باش تخرج من هذا الفيديو فهم كلشي. وقبل ما نبداو الا ما كنتيش داير اشتراك في القناه اشترك في القناه ودير لايك. والناس اللي كيستعملوا تيك توك وفيسبوك فراه عندي حساب على التيك توك وعلى الفيسبوك، يمكن لكم تشتركوا تما الا بغيتوا بطبيعه الحال. ونبداو على بركه الله. لكن اخر معلومه انا وصلتني من مصادر موثوقه جدا من المعلومات اللي دوزوا عنا هاد الناس غلط. فهذا المصدر هذا كيقول على ان الاميره حيه ترزق، ان المساله ديال انهم قتلوها وهذه كلها هضره خاويه. ويزيد المصدر وكيأكد على انها ساكنه في القصر ديال دار السلام، ساكنه مع بنتها، ساكن معاها حتى ولدها الامير الحسن، ومؤخرا كانت معاه في انجلترا. غادي ناخذكم في واحد الرحله لسنه 1978 نهار 10 مايو اللي غادي يتزاد فيها واحد المولوده لواحد الاسره راقيه في مدينه فاس. وهاد الابنه غادي يسميها الاب ديالها سلمى غادي يتزاد في واحد العائله فاسيه عريقه. ومن بعد 3 سنوات من ولاده هذا الطفله غادي تتوفى الام ديالها للاسف بمرض السرطان. واخا كانت باقا صغيره حست بالفراغ في حياتها من بعد وفاه الام ديالها والسند الحقيقي ليها، ولكن ما كيسد الله باب حتى يفتح بيبان. هنا الاب ديال سلمى من بعد ما توفات الزوجه ديالو فما قدرش يبقى في داك البلاصه اولا في داك الدار اولا في داك المدينه اللي فين ما دور عينيه كيشوف الزوجه ديالو اللي كانت هي السند الحقيقي ديالو. فغادي ياخذ واحد القرار اللي غادي يبدل لي حياته والحياه ديال البنات ديالو. فغيقرر انه غادي يهز البنات ديالو بجوج والام ديالو وغادي ينتقلوا للعيش في مدينه الرباط. فغادي تعيش سلمى مع الاخت ديالها والجده ديالها اللي غادي يتكلف بالتربيه والاعتناء بها هي والاخت ديالها حتى غادي توصل ل6 سنوات باش تلتحق بالمدرسه. فغادي تبدا التعليم ديالها الابتدائي في مدينه الرباط في مدرسه عموميه بحال جميع الشعب المغربي، ولكن هي من صغرها كانت متميزه عليهم كاملين وكانت دائما كتجا هي الاولى في القسم ديالها، يمكن للظروف اللي عاشتها اللي كونت لها شخصيه مستقله وقويه فتزرع فيها حب التحدي والمثابره اللي ولا جزء من شخصيتها المتميزه. ومن بعد غادي تنتقل للدراسه الثانويه في مؤسسه نموذجيه التابعه لوزاره التربيه الوطنيه اللي بينت فيها التفوق ديالها الكبير في الدراسه وفي العديد من المجالات، وهذا الشيء اللي خلاها تاخذ شهاده البكالوريا بتفوق كبير في شعبه العلوم الرياضيه. فهنا غادي تكون سلمى وصلت لسن البلوغ فغادي تقرر باش تلتحق بالمدرسه الوطنيه العاليه للمعلوميات وتحليل النظم في الرباط، وغادي تتخصص في هندسه المعلوميات. ومن بعد سنوات طويله ديال الدراسه والمثابره غادي تحصل على الدرجه الاولى على الصعيد الوطني. واخا الظروف المعيشيه
العقليه البسيطه اللي كانت عندها. سلمى بالطموح ديالها قدرت تحول الحواجز الى دافع لتحقيق النجاح، فكانت كتبين منذ صغرها شغفها بالتعلم والقدره على المنافسه. فهنا غادي تاخذ شهاده مهندسه الدوله، فهنا فعلا قدرت تبين باللي هي قدرت تنافس في جميع المجالات اللي كيسيطروا عليها غير الرجال، وهذا الامر اللي غادي يخليها من بعد قدوه للكثير من الفتيات المغربيات الطموحات. النجاح الدراسي والمهني لسلمى كان هو البدايه ديال الطريق لمستقبل مشرق، بسبب الخلفيه التعليميه المميزه اللي كانت عندها. غتعطى ليها فرصه باش تخدم كمختصه في مجال المعلوميات في مجموعه اونا اللي كتمتلكها العائله الملكيه المغربيه. وهنا غادي نكون وصلنا لسنه 1999 ملي كان العمر ديال سلمى 21 سنه. وفي اواخر سنه 1999 شركه اونا غادي تنظم حفل خاص، وغادي تقوم بدعوه الكثير من الاشخاص المهمين في المغرب، وواحد من هاد الاشخاص كان هو الملك محمد السادس. وهنا غتبدا القصه اللي داير عليها هاد الفيديو كامل. الا وصلتي لهنا بغيت نقول لك شكرا ونكملوا الفيديو. وفي هاد الحفل واحد الفتاه غادي تلفت الانتباه ديال الملك محمد السادس بالجمال ديالها اللي كان غير عادي، فغادي يقرر انه يتعرف عليها. وفعلا غادي نتعرفوا، ومن بعد هذا التعارف سلمى غادي تثير الاعجاب ديال الملك محمد السادس، وماشي غير بسبب الجمال ديالها بل بسبب الذكاء والفطنه اللي عندها. وتما غادي تبدا قصه الحب اللي جمعت الملك محمد السادس والفتاه سلمى، واللي غادي تدوم لمده 3 سنوات. وفي سنه 2002 غادي يخرج خبر من القصر الملكي اللي غادي يعلن فيه خطوبه ملك البلاد من الفتاه سلمى البنان. وهذا الخبر غادي يشعل انتقادات واختلافات في الاراء داخل المجتمع المغربي، والسبب كيرجع لان كيف يمكن لملك البلاد ان يتزوج فتاه من عامه الشعب. وهذه غادي تكون هي اول خطوه اللي غادي تخلي الملك محمد السادس يكسر التقاليد الملكيه المغربيه، بسبب ان ملك البلاد لازم انه يتزوج فتاه راقيه وتكون من اصول مهمه داخل البلاد. ومن بعد اشهر قليله غادي تعلن يوم زواج الملك محمد السادس من الفتاه سلمى البناني، باش تشوف مدينه الرباط حفل اسطوري بمناسبه زواج الملك محمد السادس ملك البلاد. وهذا الحفل غادي يحضروه رؤساء وملوك وشخصيات كبيره حول العالم. وهنا الملك محمد السادس غادي يكسر للمره الثانيه القواعد الملكيه، وغادي يشارك حفل الزواج ديالو مع الشعب ديالو المغربي. وحفل الزواج غادي يستمر لمده 3 ايام. ومن بعد اشهر قليله من زواج الملك محمد السادس والشابه سلمى البناني غادي يكسر الملك محمد السادس القاعده الثالثه من القواعد الملكيه، لانه لاول مره في تاريخ المملكه المغربيه زوجة الملك غادي تكون حاضره مع الملك في البروتوكولات الملكيه والاستقبالات والحفلات الرسميه. وعاوتاني غادي يعاود الملك محمد السادس يكسر القواعد الملكيه، وغادي يعطي للزوجه ديالو لقب الاميره، وغادي تكون هي اول زوجة ملك مغربي غادي تعطى لها لقب الاميره في تاريخ المملكه المغربيه، باش يولي الاسم ديالها رسميا هو الاميره لاله سلمى البناني. فتاه من عامه الشعب غادي تحول لاميره وزوجة ملك مغربي، باش من بعد غتولي الاميره لاله سلمى كتبان علنا، باش تولي هي اول اميره مغربيه كيتعلن الظهور ديالها بشكل رسمي. وغادي تكون الاميره لاله سلمى هي اول زوجة ملك مغربي غادي يشوفوها المغاربه. وهكا غادي يغير الملك محمد السادس مفهوم الزواج الملكي في المغرب للابد، لان لاول مره اميره مغربيه وزوجة ملك غادي تجمع بين الصفات الاصيله والتوجه العصري. ففرح الشعب المغربي بالاميره ديالهم وهي كتلبس القفاطر المغربيه الاصيله والتزيين ديالها بالاحجار الكريمه والياقوت. وانتشرت اخبار حول الشخصيه ديالها المميزه، فتزاد حب الشعب المغربي للاميره ديالهم اللي ما عمرهم شافوا شي وحده بحالها من قبل. ومن بعد اشهر قليله بدات الاميره لاله سلمى كتبان بجوار الملك محمد السادس في مختلف المناسبات والحفلات الرسميه. وكانت الصحافه العربيه والمغربيه والعالميه انذاك كيتحدثوا على حاجه وحده، وهي الاناقه والجمال الاميره المغربيه لاله سلمى اللي كتعشق تلبس القفاطر المغربيه على الطريقه الملكيه. فهكا غادي تولي هي القدوه للمراه القويه من بعد الزواج ديالها. فبدات الاميره لاله سلمى كتبرز الدور ديالها كاميره مغربيه، وتبتات الجداره ديالها من خلال الجمع بين واجباتها الملكيه وبين مشاركتها في القضايا المجتمع. وفي سنه 2005 غادي تاسس مؤسسه لاله سلمى لمحاربه السرطان. وهذه المؤسسه فهي غير ربحيه اللي كتهدف لتعزيز الوعي بمرض السرطان، وكتقدم الدعم للمرضى والعائلات ديالهم. وانا متاكد باللي راكم عرفتوا علاش هي دارت هذا المشروع، طبعا لان الام ديالها ماتت بسبب مرض السرطان، فما بغاتش اي اسره مغربيه انها تعيش نفس المعاناه اللي عاشتها. وكذلك حسنات خدمات الرعايه الصحيه بالمغرب، وسهرت بنفسها على توسيع هذه المؤسسه
مؤسسة في جميع أنحاء المملكة المغربية، وقدمت للجميع الدعم النفسي والاجتماعي، وهذا الشيء اللي غادي يخليها هي الرمز الوحيد للعمل الخيري في المغرب. والعمل الخيري ديالها ما بقاش غير في المغرب وصافي، بل امتد للعالم كامل باش تولي هي سفيرة المغرب في المحافل الدولية، فشاركت في العديد من المؤتمرات العالمية باش تهضر على دور المرأة والعمل الخيري وتعزيز حقوق المرضى. وهذا الحضور العالمي كسبها احترام عالمي وخلاها هي رمز المرأة المغربية العصرية اللي كتجمع بين الأصالة والحداثة، وكتدافع على القضايا الإنسانية المتعددة. وشاركت الأميرة في مشاريع اللي كتخص حقوق المرأة والطفل، وساهمت في نشر الوعي الصحي وتعزيز مكانة المرأة المغربية في المحافل العالمية. وكذلك تعرفت لاله سلمى بأناقتها الرائعة وحبها لارتداء القفطان المغربي الأصيل اللي كانت كتبان به في العديد من المناسبات المحلية والدولية، وهذا الشيء اللي خلاها رمز للهوية المغربية اللي لفت أنظار العالم، فولات شخصية مؤثرة في المجال الأناقة والجمال اللي كيحتديو به النساء المغربيات والأجنبيات. وفي سنة 2003 ترزقت الأمير لاله سلمى والملك محمد السادس بالمولود ديالهم الأول اللي هو وريث العرش المملكة المغربية مولاي الحسن الثالث. وفي 2007 غادي ترزق بالمولودة الثانية ديالها اللي هي الأميرة لاله خديجة اللي رباتهم تربية متكاملة اللي كتجمع بين القيم التقليدية والتعليم الحديث. وكانت لاله سلمى كتبان بزاف في الحفلات العائلية هي والأبناء ديالها، وكانت محل احترام وتقدير من الشعب المغربي اللي كان كيبغيها كأميرة وأم لأمراء المغرب. وفي بداية سنة 2017 غادية تبدا تختفي الأميرة تدريجيا على الأنظار باش تختفي نهائيا من وسائل الإعلام المغربية. وهنا غادي يبداو يخرجوا شلة إشاعات وشلة هضور على الاختفاء ديالها، فبداو الناس كيألفوا وكيقولوا قصص غريبة. كاين اللي تيقول باللي دابز مع شي واحد من العائلة الملكية فصفوها ليها، وكاين اللي تيقولوا عاوتاني باللي هربات من القصر الملكي ودات معها ولادها، ولكن في الحقيقة غتجمع كاع هاد الإشاعات وهاد القصص وغتضربهم في الحيط حيت ما عندهم حتى شي أساس. فمن 2017 ل 2019 كانت العائلة الملكية كتلتقط صور وهم مجموعين، ولكن الأميرة لاله سلمى ما كانتش كتكون معهم، ولكن من القبل كان العكس، كان في كل صورة للعائلة الملكية سواء في المناسبات الخاصة ولا الرسمية فضروري ما كتلقى الأمير لاله سلمى كتكون معهم. فإذا حللتي غير هاد جوج ديال الأجوبة اللي عطيتك فغادي تفهم بأنها هي خرجت من العائلة الملكية. ولكن السؤال اللي عندنا هو علاش خرجت من العائلة الملكية؟ شنو هو السبب اللي خلاها تخرج من العائلة الملكية؟ دابا عاد خصك تركز معايا مزيان باش تفهم مزيان. في وسط الشائعات الكثيرة اللي كانوا كيطلقوا على لاله سلمى والاختفاء ديالها غادي تجي سنة 2018 غادي ينشر الديوان الملكي على الموقع الرسمي صورة لملكنا الغالي محمد السادس من بعد ما دار عملية جراحية في باريس. وفي هذه الصورة غادي نشوفوا باللي اللي كاينين معاه فيها هما فقط الأولاد ديالو مولاي الحسن ولاله خديجة والاخوات والاخ ديالو. وهنا غادي يبداو يطرحوا الاسئله ديال المغاربه والعالم، والسؤال وهو علاش لاله سلمى ما كايناش في هذه التصويره، مع العلم انها كانت هي دائما اول الداعمين للملك واللي كتحرص على المرافقه ديالو في اي بلاصه غيمشي ليها. وهنا غادي يتزادوا الشائعات اكثر واكثر، وفعلا الناس بداو كيتيقوا بان الامير تم التصفيه ديالها. ومن بعد اشهر قليله غادي تلتقط صوره للاميره لاله سلمى مع ولدها مولاي الحسن والاميره لاله خديجه في جزيره يونانيه. فهنا عاوتاني غادي يبداو اشاعات على ان الاميره هربات ودات معها ولادها من القصر، ولكن مع تزايد هاد الاشاعات كامله فغادي يتلزم على المحامي الرسمي للعائله الملكيه على خبر طلاق الاميره المغربيه بشكل رسمي من العائله المغربي باش يوقف هاد الاشاعات اللي كتدور. اما شنو وقع للاميره لاله سلمى من بعد الطلاق؟ اسيادنا الاميره لاله سلمى بقى لحد الان كتعيش في قصر دار السلام بالرباط، يعني فهي ما مشات استقرت في فرنسا او لا في اي دوله اخرى، بل على العكس فهي باقا في المغرب وفي قصر دار السلام بالرباط. وهذا الشيء انا ما جبتوش غير من راسي، بل اهل الرباط هما اللي كياكدوا هذا الخبر براسهم، حيت دائما كيشوفوا الاميره وهي في السياره ديالها كدور في الرباط. وهذا الشيء راه طبيعي حيت لازم عليها تبقى مع الابناء ديالها، زائد انها حضرت الجنازه جداتها مع ولدها مولاي الحسن. وهذا الفيديو كان هو اخر ظهور للاميره مع مولاي الحسن والاميره لا خديجه في جزيره ميكونوس. فهي تقريبا كتبان في كل عام في فصل الصيف ملي كتسافر هي والابناء ديالها باش يدوزوا عطله الصيف ديالهم خارج المغرب. اما الحياه ديالها من بعد الطلاق فهي كتعيش حياه طبيعيه، فالرؤيه ديالها امام العالم وامام الاعلام كان فقط على ود الادوار ديالها والمهام ديالها كاميره. اما من بعد الطلاق فهي ما تيكونش عندها ادوار ملكيه اللي ضروري خصها تبان فيهم، ودائما راه كيتلتقطوا ليها صور وفيديوهات غير باش يسكتوا الاشاعات اللي كتروج عليها. واش نتوما كتظنوا ان اميره بمرتبه عاليه والملكه المستقبليه للبلاد انها تبان في برامج وتدخل في الصحافه غير على ولد الشهره؟
واش نتوما كتظنوا ان اميره مثقفه وذكيه انها تبدا في تشويه صوره طليقها وابل اولادها امام العالم كيف ما كيديروا اميرات الغرب غير باش يتاكدوا انها مازال حيه؟ فمن بعد كاع هاد التصاور وهاد الفيديوهات فهي كتبان لنا انها بخير وكتعيش حياه طبيعيه، ومع ذلك فالاشاعات ما وقفاتش. واش هاد الاشاعات جايه فقط من خوف الشعب المغربي على الاميره ديالهم، او لا راها اشاعات مقصوده والهدف ديالها هو هز من اتزان المملكه المغربيه؟ وانتوما واش كتظنوا ان الاميره لاله سلمى واش تقدر انها ترجع تبان مره واحده اخرى وترجع العلاقه ديالها مع الملك المغربي، خصوصا من بعد الحب الكبير اللي كان جمعهم؟ وإلا وصلتي حتى لهنا في الفيديو بغيتك تكومونطي ليا سلمى وراه غادي نجاوب كاع التعليقات، ونتلاقاو في فيديو جاي.